نعم، الطموح لأي ناخب ولا أي مدرب مشروع. يبقى من الأهداف تاع أي ناخب ولا مدرب باش يوصل إلى أهداف معينة. أقول لك ربما هذا الناخب لازم يسلم على رأس هاري لوزيتش، لأنه هاري لوزيتش هو اللي أوصل بالمنتخب إلى المونديال، بالرغم من كل الظروف اللي لعب فيها المنتخب المغربي. لعب في كل المباريات في ملعبه، يعني تقريبا لو كان المفروض يلعب في دار اللقجع باش يتأهل. احنا شفنا الظروف اللي تأهل فيها المنتخب المغربي، شفنا المباريات اللي خاضها، شفنا حتى المباراة الفاصلة أمام أضعف المنتخبات في القارة. نقول لك أنه المنتخب هذا نقول لك عنده بعض من الحظ، وكذلك الاستراتيجية اللي ربما سرقها من الفيدرالية تاع حجر وروى، لأنه يطبق نفس الاستراتيجية اللي طبقناها احنا في السنوات 2017 وتحت، ليس وفوق، لأنه توقفنا في 2017. يعني لو نتكلم لك على منتخب الجزائر واللاعبين، رانا ما زلنا نلعبوا بالمنتخب ولا باللاعبين اللي جابتهم الفيدراليه تاع الحجر وروى. ربما تشبه لي المدرب هذا بناخب جمال بالماضي، يقول لك لا، نقول لك لا. علاش؟ ليس لي شيء، لانه هذا الناخب عنده فيدراليه اللي تدافع اولا على المنتخب تاعها، يدافع على بلادها. على كل حال ربي يسهل عليهم، لكن حنايا نقول لك حنا ما عندناش الناس اللي تدافع على المنتخب الوطني. قلنا في كم من مره، ما تدافعش على الفرق تاعنا، ما تدافعش على المنتخبات الفئات العمريه. يعني هذا الشيء مهم في افريقيا. يكذب عليك، ما تقدرش بمنتخب تمشي تلعب في افريقيا بدون ما عندك حمايه. لما نقول لك انا حمايه عماد يا اخي، دائما نقولها لك، ماهيش باش نشروا لي زربيت شراء ديم، لا، تحمي منتخب في التعيينات. لانه افريقيا معروفين الحكام، معروفين الحكام ومعروفين اللوبينغ ومعروفين الناس هادو اللي ربما يحبوا يخرجوا لك المنتخب تاعك باش على فريق اخر. لهذا نقول لك انا، نعود لك الى السؤال تاعك، نقول لك انا هذا المدرب عنده الحظ، ليس لي شيء، لانه وجد المنتخب اولا في نهائيات كاس العالم، وهذا الشيء اللي ربما راح يزيد يخدمه، وماشي صدفه كذلك اللي وصل الى ادوار متقدمه، لان كذلك هو عمل تاع اطراف اللي دائما تدعم المنتخب تاعها، وهذا الشيء ربما احنا افتقدناه في الاونه الاخيره.